الأصيرم عمرو بن ثابت الأنصاري أسلم نصف يوم ودخل الجنة. أعلن إسلامه يوم غزوة أحد والتحق بجيش المسلمين وقتل، فقال عنه النبي أنه من أهل الجنة. هيا بنا نتعرف على قصة الصحابي الملقب بالأصيرم. لقب الصحابي الجليل عمرو بن ثابت، وهو لقب عربي معروف، وقد ظهرت شجاعته في حياته القصيرة في الإسلام، إذ أسلم وقاتل مباشرة في سبيل الله، فاستشهد في غزوة أحد السنة الثالثة للهجرة. عمرو بن ثابت بن وقيش صحابي من بني عبد الأشهل من الأنصار، وقصته رواها كثير من كتب السنة والسيرة، خصوصا ما يتعلق بإسلامه. أسلم الأصيرم يوم معركة أحد وقتل يومها، ولم يصل صلاة واحدة، وعلى الرغم من ذلك قال فيه النبي أنه من أهل الجنة. وبنو عبد الأشهل بطن من بطون الأنصار، حيث جاء في الصحيح عن أبي أسيد رضي الله عنه أن رسول الله قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل. لما أسلم سعد بن معاذ أسلمت قبيلته كلها إلا الأصيرم، فتأخر إسلامه إلى يوم أحد. وفي يوم الغزوة فتح الله قلبه للإسلام، فانتقل نحو المسلمين ووجدهم قد خرجوا، فخرج يلحق بهم ويقاتل معهم. ثم أصيب ووقع أرضا، فاقترب الصحابة منه متسائلين: هذا الأصيرم ما جاء به؟ لقد كان رافضا لهذا الأمر. وسألوه مباشرة: ما الذي جاء بك؟ أغضبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فأجاب: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله، ثم قاتلت مع رسول الله حتى أصابني ما ترون. ومات الأصيرم في اللحظة ذاتها، ولما نقل ذلك إلى النبي قال: هو من أهل الجنة. في لحظة واحدة بإيمان وصدق انتقل من الكفر إلى الإسلام، ثم أصبح شهيدا ومن أهل الجنة، ولم يمكث في الإسلام إلا وقتا يسيرا. اللهم يا من ثبته ثبتنا، وثبت قلوبنا على الصراط المستقيم، وشفع فينا سيدنا محمد، وأدخلنا جنات الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم آمين يا رب العالمين.